لو فاكر ان الليزر اقوى من البانش في كل حاجه يبقى انت بتخسر فلوسك ومش واخد بالك. بص يا باشا، خليني اقول لك الفرق الحقيقي بين البانش والليزر من غير اي هري. اول حاجه السرعه، لو شغلك كله فتحات متكرره زي الشاسيهات او الكويلات البانش هنا بيكسب. ليه؟ لان بيشتغل ضربات جاهزه مش بيقطع من الصفر كل مره، لكن الليزر بيمشي يرسم ويقطع كل خط، يعني ابطأ في التكرار. تاني حاجه المرونه والتفاصيل، عندك شكل معقد او معقد، لوجو زي النسر اللي بنشوفه هنا، الليزر ملك ويقطع اي شكل مهما كان مجنون. البانش محدود التولز اللي هي الادوات، يعني لو الشكل مش موجود في العده خلاص مش هتعرف تعمله. تالت حاجه التكلفه، البانش ارخص في التشغيل في الشغل المتكرر، لكن الليزر اغلى كهرباء وغاز وصيانه. بس لو شغلك متنوع الليزر يوفر عليك وقت تغيير العده اللي هي التولز. رابع حاجه الجوده، الليزر بيدي حواف نظيفه جدا، البانش ممكن يسيب رايش بسيط محتاج يتشطب. الخلاصه شغل متكرر زي الكميات بانش يكسب، اشكال معقده زي الدقه ليزر يكسب.